إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بينت في المرة الماضية أن لا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وبينت التحذير الشديد من البدعة وأنها شرع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فمن استحسن بدعة فكأنما جعل نفسه مع الله أو جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع. وبناء على ذلك إخوة الإيمان والإسلام، ما هو حكم مولد بني حميل المسمى بأربعاء أيوب؟ قبل أن أتكلم أولا أريد من الجميع أن يتجرد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبع الهوى ولا يميل مع المائلين، إنما يسمع، فإن وجد حقا أخذ به، وإن وجد باطلا ورده علينا بالحق وبالدليل، ونقبل إن شاء الله من يردنا بالدليل. فأقول الموالد التي تقام هي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء أو لبيان مكان معين، وأول من أحدثها في البلاد الإسلامية هم العبيديون الذين سموا أنفسهم كذبا وزورا بالفاطميين، أي نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. والعبيديون هؤلاء نسبة إلى سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصار الثانوي الأهوازي من أصل مجوسي، وتسمى بعبيد الله عندما أراد إظهار دعوته ولقب نفسه بالمهدي. دول العبيديون اللي هم اسمهم الدولة الفاطمية. طبعا تاريخا معروف، الفاطميون وحكموا البلاد الإسلامية قرون. هؤلاء الفاطميون نسبوا أنفسهم بهذا الاسم من باب الخداع، لأن أصلهم مجوسي وهم أعوان اليهود والنصارى في هدم الإسلام، وينتسبوا إلى هذا المسمى بسعيد الذي سمى نفسه فيما بعد بعبيد الله ليظهر دعوته. وعاثوا في البلاد الإسلامية فسادا، من استحلال الفروج والخمور وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنهم قتلوا عددا كثيرا جدا من العلماء والعباد ليمنعوهم من التردي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرهم الحافظ الذهبي وابن كثير والسيوطي وابن خلكان والباقلاني، له كتاب خاص في مفاسدهم. وارجعوا لهؤلاء العلماء للمؤرخين المسلمين لتعلموا أصل هؤلاء، فأصلهم ليس بمسلم، إنما هم من أصل مجوسي ثانوي. الثانوية هؤلاء هم الذين يرون أن للكون إلهين، إله النور وهو إله الخير، وإله الآخر الظلمة وهو للشر. هم دول الثانوية اللي ينتسب لهم سعيد بن الحسين ده، وهم دول اللي أسسوا الدولة المسمى بالدولة الفاطمية، لعلمهم سموا نفسهم بهذا الاسم، لعلمهم يعني بأن شعب مصر يحب آل البيت،
وتبعهم الجهلة والدهماء والغوغاء من الناس دون علم أو فقه أو فهم، إنما هم في الأصل مجوس، وفي الأصل أعوان لليهود والنصارى لهدم الإسلام. هؤلاء العبيديون هم أول من أحدث بدعة الموالد، ففعلوا المولد النبوي تقريبا في أوائل القرن الرابع الهجري تقريبا بعد 300، وأحدثوا بعد ذلك مولد علي والحسين والحسن وما أشبه ذلك، وتبعهم الناس بجهل وغباء. فمن يفعل ويتبع يعني الاحتفالات بهذه الموالد هو في الأصل يتبع لهؤلاء العبيديون، فهم أول من أحدثها، واستمرت هذه الموالد حتى أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش، ثم أعيدت بعد ذلك في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة 24 و500 بعد أن كاد الناس ينسونها، ثم استمر العمل بهذه الموارد المبتدعة الباطلة للأسف إلى يومنا هذا، رغم القضاء على الدولة العبيدية والتي قضى عليها الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى سنة 567 تقريبا، وحفظ له الإسلام هذه المنقبة العظيمة أنه قضى على هذه الدولة الخبيثة الباطنية. وما أتى من أباح هذه الموالد بدليل يذكر قط، فما هي إلا آيات وأحاديث طوعوها على حسب فهومهم المريضة، وألقوا بشبهات تلقفتها قلوب العامة من الناس بدون علم أو فهم. ومن ذلك أنها يعني من أدلتهم على إباحة هذه الموالد أنها اشتملت على فعل خير من الصدقات وجمع الناس للطعام، وقد يكون فيها من الذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. هل هذا حرام؟ هذه طبعا شبهاتهم. وردا على هؤلاء نقول أولا أن هذه الموالد من البدع المحدثة والتي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين مع وجود المقتضي لفعلها. وهدي لك قاعدة احفظها كويس وافهم معناها كويس. بالقاعدة دي تستطيع أن ترد أي بدعة أحدثت في الدين. القاعدة تقول أن ما وجد المقتضي لفعله وعلمت الغاية منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز أن يفعل بعده على أي حال بوجه من الوجوه. أردت أن تفعل شيئا، ما سبب فعلك لهذا الشيء؟ على سبيل المثال خلينا في المولد بتاعنا، ليه فعله أو فعل لماذا؟ لإطعام الطعام والصدقات والاستضافة والذكر وما أشبه ذلك. دي الأسباب. هذه الأسباب كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش موجودة؟ ما كانش في خير ولا صدقة ولا إطعام طعام ولا ذكر لله، كان في موجود. طب إيه الغاية منه؟ ابتغاء الثواب من الله عز وجل. طب والغاية دي موجودة برضو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش موجودة؟ موجودة، ومع ذلك لم يفعله. إذا لا يجوز أن يفعل بعده بأي حال على أي وجه من الوجوه. دي القاعدة اللي تحفظها كويس. ما وجد المقتضي لفعله أي السبب وعلمت الغاية منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يجوز لأحد أن يفعله بعده بأي وجه من الوجوه. يقول البغوي رحمه الله في قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول: هذا عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه. ثم ذكر بسنده، والحديث في البخاري ومسلم أيضا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فجاءت فقالت لعبد الله: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال: نعم،
وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لقد قرأت الكتاب ما بين اللوحين فلم أجد ما تقول، كما يقولون عن القرآن من الجلدة للجلدة، ما فيهوش لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والكلام ده. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت قول الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه نهانا عن ذلك. يعني أي نهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موجود في كتاب الله. طب إزاي؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو ده التسليم. ويقول السعدي رحمه الله تعالى: هذا شامل لأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبناء على ذلك أقول إن الموالد من المحدثات والبدع، لأنها ليست مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله باتباع أمره، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك هذه الموالد مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم دائم القول في كل خطبه يقول: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. لذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموالد، ولا استحسنها هو ولا الصحابة ولا التابعون، ولم يستحثوا أحدا على فعلها ولم يروها وأقروها. ثانيا، أن هذه الموالد تشتمل على محرمات كثيرة، منها إضاعة المال والإسراف والتبذير. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة المال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومنها أي من المحرمات حرمة المساجد، انتهاك حرمة المساجد بتقذيرها وكثرة اللغط فيها. ومن هذه المحرمات أيضا خروج النساء متبرجات واختلاطهن بالرجال إلى حد لا يؤمن عليه أو لا يؤمن معه الوقوع في الفاحشة. هذا غير ما يكون من البغايا وتطلبهن الفاحشة جهارا، والجميع يعلم ذلك. ومن المحرمات أيضا استعمال آلات اللهو والأغاني والطرب، ويزعمون بذلك أنهم يذكرون الله، وفي ذلك أكثر من مخالفة، أي في هذا الفعل الذي يزعمون فيه أنهم يذكرون الله أكثر من مخالفة. المخالفة الأولى أنه لا يجوز الذكر بهذه الطريقة. الثانية أنهم استبدلوا الذكر القرآني والنبوي بذكر المبتدع لأشياخ طرقهم. ثالثا أنهم نسبوا ذلك إلى الشرع وليس منه. ومن المحرمات كذلك شد الرحال إلى أماكن يزعمون فيها التقديس. وفي الحديث النبوي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. ثالثا أي رد الموالد المبتدعة للأمر الثالث. ثالثا وهو من أعظم الجرم الذي يحدث في الموالد، وهو من الشرك الأكبر، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء والصالحين عيدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. كما روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومعنى اتخاذه عيدا أي أن يقصد التوجه إليه مرة بعد أخرى من العودة في كل عام ويظهر عنده الفرح والسرور، وتقع عنده العبادة وذبح الذبائح وإطعام الطعام على نحو ما كان يفعله المشركون أهل الجاهلية عند الأوثان. والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا في معنى الأمر بتحري النافلة في البيوت
حتى لا تكون بمنزلة القبور، والنهي عن تحري العبادة عند القبور. يعني إيه لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هذا واضح في حديث آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وده دليل على أن القبور لا يصلى عندها، ولا يصلى كما في حديث: لا تصلوا عند القبر، لا تصلوا إلى قبر، لا تصلوا على قبر. 3 ألفاظ: عند ولا إلى ولا إلى. من أجل ذلك صلوا في بيوتكم من النوافل حتى لا تكون كالقبور لا صلاة فيها. والحديث المشهور في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد، أو لا تتخذوا قبري عيدا، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو معنى النهي: اتخاذ القبور مساجد. طبعا ده على فرض لو نظرنا للخير اللي هم بيذكروه من الصدقات وإطعام الطعام وحسن الضيافة وما أشبه ذلك. حط الكلام ده في كفة، واللي أنا ذكرته الثاني ده في كفة، أيهما أرجح؟ وفي القاعدة الأصولية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت في خير وشر جاي لك مع بعض، هتستقبل الاثنين كده بصدر رحب، ولا هتهتم انك تدفع الشر حتى لو فاتك الخير؟ تدفع الشر. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن كان هذا موجود كما قيل أو كما زعموا كذبا، فلا يساوي شيئا بجوار المفاسد التي ذكرناها وغيرها كثير وكثير. أنا لا أخرج في هذا اليوم نهائيا إلى البلد، وقد قلت يوما ما لأحد الرجال: أنا مستعد أطلع معك السنة دي في اليوم ده بشرط تمسك معي ورقة وقلم، وأنا وماشي همليك كبائر ذنوب تكتبها. إن خرجت من أول البلدة إلى آخرها خلال 2-3 مرور كده بدون أن تكتب على الأقل 100 كبيرة من كبائر الذنوب، افعل ما يحلو لك. على الأقل 100 كبيرة من كبائر الذنوب تفعل في هذا اليوم الفاسد. كذلك أيضا يزعمون أن مولد بن حميد عبارة عن احتفال بشفاء سيدنا أيوب عليه السلام، ولذلك يسمونه أربعاء أيوب. أعمام الموجودين طبعا يسمعوا الاسم ده، مش كده برضه؟ بيسموه أربعاء أيوب. يعني إيه أربعاء أيوب؟ بيزعمون إنه ربنا سبحانه وتعالى شفى سيدنا أيوب في اليوم ده، ويجي اللي عايزين يبتزوا أموال الناس ويضحكوا على المغفلين بيجيبوا شوية حشيش مش عارف منين، حشيش له نبات الأرض يعني، مش حشيش مخدر، ما عارفش جايبينه منين، ويضحكوا على الناس بيسموه الغبيرة. إيه الغبيرة دي؟ يقولوا تقلب فيها سيدنا أيوب وربنا شفاه. من أين أتوا بهذا الكلام لا أدري، وهذا الكلام مردود بالكتاب والسنة. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أمر الله عز وجل سيدنا أيوب بعد أن دعاه: ربي أن مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب برجله الأرض فنبع منها الماء فشرب واغتسل فشفاه الله. فين الغبيرة دي؟ لا أعلم. أما بالنسبة لليوم اللي بيقولون هو شفاه الله فيه، روى ابن ماجه وابن عدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب. يوم إيه؟ الثلاثاء. فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء. ربنا ابتلى أيوب بالبلاء إمتى؟ يوم إيه؟ الأربعاء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام
ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. من أصدق؟ أنت ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ربنا شفى سيدنا أيوب يوم الثلاث وابتلاه يوم الأربعاء، وأنتم بتحتفلوا بأن ربنا ابتلاه يوم الأربعاء تقولوا أربعاء أيوب. ماشي، ربنا عندنا احنا أربعاء أيوب. الجبل يوم الخميس ده خميس مين؟ خميس أيوب برضه. وفي أبي شوشة يوم الجمعة جمعة أيوب برضه. جهل وضلال ما بعده ضلال. والله يا أخي هؤلاء الذين يفعلون هذه الموالد ويحدثونها ويبتدعون في الدين، والله لو أراد أهل الكفر من اليهود والنصارى أن يهينوا ديننا الإسلامي ما استطاعوا أن يفعلوا أكثر من هؤلاء. وانظر لطريقتهم المزعومة في الذكر، يزعمون أنهم يذكرون الله، ولولا حرمة المكان اللي أنا فيه كان وريتكم هم بيعملوا إيه بالضبط. وعلي ما أنتم شايفين بنفسكم من رقص وتثني وتسكع. ودول فكروني دائما أقول يعني ذكروني براقصة، راقصة بتسأل عن الرقص. وشوف الجهل برضه وصل لفين، بيسألوا الراقصة عن الرقص حكمه إيه؟ قالت أنا بعبد ربنا، العمل عبادة وأنا بعبد ربنا. يعني الرقص عبادة، بتهز وسطها الليل كله في الكباريهات بتعبد ربنا، ودول الليل كله بيتثنوا ويهزوا في وسطهم بيذكروا ربنا. إيه الجهل الفاضح ده؟ ربنا يصلح الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا لصالح الأعمال فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، وقنا واصرف عنا سيئ الأعمال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.